الناس كلها فاكرة ان الغربة فلوس وحياة احسن، بس محدش بيقولك ان في حاجات هتدفعها ومش بالفلوس. انا بقالي 9 سنين عايش في استراليا، والنهاردة هقولك الحقيقة اللي محدش بيحكيها. ايه هو تمن الغربة، وهل فعلا يستاهل ولا لا؟ صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ واحد من الفيديوهات اللي انا كنت نفسي اعملها يعني من ساعه ما بدات القناه من 5 سنين هو مميزات وعيوب ان انت اصلا تهاجر وتيجي بلد زي استراليا. واحد بقى من العيوب اللي وانا بحضر كده الفيديو اكتشفتها، سواء ان انت هتهاجر يعني في الهجره بصفه عامه سواء استراليا او اي بلد تانية، هو الغربه او احساس الغربه نفسه. بدل ما اتكلم عن الموضوع او النقطه دي سريعا كده في الفيديو بتاع العيوب، فكرت ان انا اخصص ليه فيديو مخصوص واتكلم عنه باستفاضه شويه. لو انا هتكلم بالنسبه لي انا، ممكن انت تبقى في حاجات من اللي انا هقولها دي انت ما تحسش بيها، تحس بيها اكتر مني اقل مني، بس انا بتكلم من تجربتي. الفتره اللي فاتت كان في كاس العالم شغال، وانا رحت في يوم يعني نزلت الساعه الفجر تقريبا، رحت اكبر ميدان هنا في استراليا او في الولايه اللي انا فيها ولايه فيكتوريا، واتفرجت على ماتش بتاع مصر واستراليا وسط الاستراليين. السلام الوطني بتاع مصر لما كان بيتعزف كان في احاسيس كده غريبه. لما مصر كسبت برضو بقى في احاسيس غريبه، اللي هو يا ريتني في اللحظه دي كنت في مصر مثلا قاعد على القهوه او مع زمايلي او كده. الحاجات دي فعلا بتأثر. كنت فاكر ان انا بقالي فتره هنا، انا بقالي 9 سنين تقريبا، انا جيت هنا في 2018. كنت فاكر ان الموضوع خلاص بقى، انت بقالك هنا حبه حلوين، الموضوع ده المفروض يقل مع الوقت، ولكن في حاجات كده زي اللي انا قلتها دي بتأثر عليك شويه. فنقدر نقول ان اللي انا شفته في البطوله، وان انا اصحى الفجر اتفرج على المطوشه او انزل حتى ميدان هنا اتفرج على ماتش مصر واستراليا وانا المفروض عايش هنا يعني في وسط الاستراليين، الحاجات دي رجعت لي زي ما بتقول كده الشغف من اول وجديد. لما مصر حتى كسبت ساعتها كنت قلت في نفسي يا ريتني كنت ساعتها في مصر مع زمايلي قاعدين على القهوه، اكيد الاجواء والاحتفال. انا خلصت الماتش الساعه 4 الفجر وركبت عربيتي وجيت هنا، لكن لو انا كنت في مصر مثلا ايا كان الوقت كان الماتش ده هيخلص مثلا، هيبقى فيه احتفالات في كل حته في مصر. فاللحظات دي كده خلتني ان انا اقدر النقطه بتاعت الغربه دي اكتر. لو هتكلم عن اول حاجه ممكن انت تحس بيها، برضو انا بتكلم عن حالتي انا، ان انا جيت هنا لوحدي. والدتي موجوده وبتيجي وبتروح وكده، وبتيجي تشقر عليا كل فتره وبتعيش معايا فتره وبعد كده بتنزل تاني، بس في الوقت اللي هي حتى انا اغلب الوقت عايش لوحدي. موضوع الوحده في مصر احنا معانا او بيبقى عندنا صحاب من وقت المدرسه، ولما بنكبر بيبقى معانا صحاب من وقت الشغل، والدنيا في مصر مختلفة. هنا أنا بقالي 9 سنين، عملت صحاب كتيرة جدا في سيدني، ولكن أغلبهم مشي وقت الكورونا. هنا مفيش نقدر نقول العمق مع الصحاب، مفيش حد هيبقى فاهمك زي الناس زمايلك في مصر. ممكن تعمل صحاب بس هنا رتم الحياة سريع، مش هتلاقي برضو حد عنده وقت ان هو يقعد معاك او يسأل عليك. الناس بتسأل بس برضو لو انت مثلا تعبت جامد ممكن حد من زمايلك يجي لك، ده لو هو كويس او جدع. بس بصفة عامة الناس هنا كلها ملهية في حياتها، رتم الحياة سريع جدا، محدش عنده وقت ان هو او محدش فضيلك من الاخر يعني. فموضوع ان انت هتبقى هنا لوحدك، حتى لو انت متجوز وعندك عيلتك هتلاقي نفسك اغلب الوقت مع زوجتك واولادك، ولو انت لوحدك هتبقى برضو لوحدك اغلب الوقت. فدي حاجة لازم تبقى انت جربتها او اتعودت عليها. سافرت لوحدك قبل كده، عشت لوحدك مثلا في مصر قبل كده. انا جيت هنا عندي 27 سنة، كنت طول الوقت عايش مع والدتي او عايش في البيت بتاعنا في مصر يعني. حتى بعد ما عزلنا كذا مكان وكده طول الوقت عايش معاها، لغايه لما انا جيت هنا وبدات بقى اشوف الدنيا، بطبخ لنفسي، بنظف لنفسي. عشت اي نعم مع ناس في سكن شير، بس برضو كل واحد فينا في حاله، صباح الخير صباح النور. مفيش صعب تعمل هنا كمان صداقات. اغلب الصداقات اللي هتعملها هنا هتعملها مع ناس مهاجرين زيك. ممكن بقى تشوف ليك تجارب مثلا مع مصريين، مع عرب، مع اجانب، بس ان انت تعمل صداقات مع ناس من اهل البلد الموضوع مش سهل. وهم الاسترال هنا، ودي حاجه انا اكتشفتها، ان هم برضو بيفضلوا يصاحبوا بعض. هتلاقي هنا ناس برضو استرال من وقت المدرسه مع بعض، من وقت الجامعه مع بعض، صعب يدخلوك في السيركل بتاعتهم. عشان كده حتى انا السؤال ده جالي قبل كده، ليه اغلب صحابك هنود او اسيويين او اوروبيين بس اغلبهم مثلا مهاجرين؟ عشان كده، عشان هم المهاجرين جايين كلنا جداد، فكلنا عايزين نعمل صداقات مع بعض. لكن انت تعمل صداقات مع ناس استرال الموضوع بيبقى صعب، لان هم اوريدي ليهم السيركل بتاعت صداقاتهم مع بعض. فكل صداقاتك هنا مش هتبقى بنفس العمق بتاع مثلا بلد زي مصر او حتى في البلاد بتاعت الوطن العربي. الناس هنا رتم الحياه سريع والناس ملهيه ومحدش عنده وقت لحد. نقدر نقول في النقطه دي كده ان انت ممكن يبقى معاك صحاب كتير هنا، ولكن هتبقى حاسس برضه في نفس الوقت ان انت لوحدك. تاني حاجه ودي ممكن نتكلم عليها، موضوع البعد عن الاهل. دي تقريبا اكتر حاجه الناس بتعاني منها، يعني موضوع البعد عن الاهل، سواء بقى انت في بلد عربي، سواء انت في بلد اوروبيه، سواء حتى هنا.
ولكن استراليا بالذات لو انا برضو هتكلم عن تجربتي، بعيدة عن كل حتة. يعني انت مثلا لو في السعودية شغال هناك ساعة ونص ساعتين انت في مصر، دبي او الامارات ساعتين ثلاثة في مصر، حتى لو انت في اوروبا او في اسيا هي رحلة واحدة هتبقى في مصر. ولكن استراليا انا بعتبرها، ما اعرفش امريكا ايه الدنيا هناك، بس برضو امريكا بعيدة يعني وكندا، ولكن اعتقد ان استراليا برضو بنتكلم في افريج يا جماعة مثلا 19 ساعة طيران، وضيف عليهم بقى الترانزيت. اقل حاجه انا خدتها في الطيران كانت مثلا 21 ساعه، فانت بتتكلم تقريبا في يوم كامل عشان تشوف اهلك لو لا قدر الله حد تعبان. ده غير طبعا تذاكر الطيران نفسها ما بتبقاش برضو ارخص حاجه يعني، خصوصا في السيزون. فموضوع البعد عن الاهل ده لو لا قدر الله حد تعب، لو في حاجه، انت المسافه والفلوس اللي انت هتصرفها عشان تروح مش اسهل حاجه، مش زي البلاد التانية. فدي نقطة برضو لازم تفكر فيها، ان حد يجي لك او ان انت تروح لحد، الموضوع مش بالسهولة دي. ولو حتى انت حبيت تروح، لو لا قدر الله حد لا قدر الله تعب فجأة وان انت لازم تلحقه، انت بتتكلم في يوم انت هتخسره، فانت في 24 ساعة تقريبا عشان تروح، مش بالسهولة بتاعت البلاد التانية. غير ان انت في موضوع الاهل ده هتفوت مناسبات كتير جدا. انا عن نفسي فوت، في ناس من اهلي يعني، في حد كذا حد توفى وانا ما كنتش موجود وما عرفتش ان انا اروح احضر العزاء. لو في مثلا حد اتجوز، افراح ممكن برضو تفوتها. الحاجات دي طبيعيه، انت ممكن فعلا. انا اعرف حتى ناس من زمايلي يعني حد والده توفى وهي ما ردتش او ما قدرتش ان هي تنزل، والموضوع اثر عليها نفسيا جامد، لان هي برضو كانت لسه في فتره البروبيشن بتاعه الشغل وما عرفتش تنزل، والموضوع فعلا اثر عليها لحد ما قدر بعد كده تنزل في الاجازه بتاعه الكريسماس اللي هي نهايه السنه. فدي برضو حاجه لازم تبقى عارفها، ان انت هتضحي بيها عشان تهاجر او تطلع بلد بره، بالذات لو بلد بعيده زي استراليا. رمضان، دي قصه لوحدها. انا عملت فيديوهين قبل كده عن موضوع رمضان، او فيديو تقريبا يعني. آه عالم تاني، شهر انت مش هتسترجعه تاني. لمة الفطار مع الاهل اول كام يوم، ايا كان بقى انت متجوز لوحدك دي اساسية، حتى مع صحابك. الاذان، ما افتكرش اخر مره انا سمعت فيها اذان مثلا في رمضان. انا عشت فتره في حي، حتى في الحياه العربيه الجوامع مش كتيره قوي، موجود بس مش كتير. وبرضه مش هتلاقي الدنيا كأذان، يعني هتسمعه بصوت عالي، هتلاقي الدنيا كلها كنزة كده، كله بيدن بس في حتة قليلة عشان ما حدش يزعج حد. أنا عايش في حي بعيد حوالي 40 45 دقيقة عن السيتي، أقرب جامع ليه حوالي مثلا نص ساعة عشان أروح له. فطبعا انا افطر يعني اروح اصلي هناك مثلا تراويح او كده، الموضوع كان صعب. كان ممكن ما انا كنت عايش في حي قريب اللي هو كوبر، لكن دلوقتي في الحي اللي انا عايش فيه ده الموضوع بقى بعيد فعلا. فدي حاجة تانية. الشهر ده هتحس فيه مفيش أي مظاهر لرمضان ولا أي حاجة. أنا قضيت رمضان لوحدي مرة، وقضيت رمضان مع والدتي مرة، أوكي معاك ونس وكل حاجة، بس مفيش أي مظاهر لرمضان خالص. أنت اللي هتعمل رمضان بنفسك وهتجيب زينة وهتحطها، بس فعلا مش هتحس بأي مراسم. يعني ممكن بقى تنزل في رمضان ده تقضيه في مصر مثلا مع العيد لو أنت تقدر، ولو برضه هنرجع لنفس النقطة بتاعت التكلفة. بس اعمل حسابك ان انت الحاجات الروحيه دي ايا كان انت مش هتعرف تعيشها هنا خالص. عمرك ما هتلاقي لمه وروح رمضان اللي موجوده في مصر دي، بالذات على الفطار. هنا هتحس هنا ان رمضان زيه زي اي شهر عادي. يعني انا اقصى حاجه بعملها مثلا ان انا قبل رمضان بكلم الناس في الشغل. احنا مثلا بنروح اوقات المكتب مثلا يوم او اتنين في الاسبوع، فساعتها بقول للمدير ان انا في الشهر ده انا هبقى صايم، مش هقدر ان انا اجي المكتب عشان المشوار، وبشتغل من البيت. بس هو شغل عادي ومطلوب منك تديليفر عادي جدا شغلك. مفيش جو ان انت مثلا، انا ما كنت شغال في فودافون كان الشغل بيبقى اقل عدد الساعات 6 ساعات مثلا بدل 8. الناس بتقدر ان كلنا صايمين، فاللي هو ايه، لو في حاجه فيها تاسكايه فيها رخمه او محتاجه وقت او كده هنعملها بعد رمضان. هنا مفيش الكلام ده، انت بتاخد فلوس على شغلك، فلازم تديليفر زيه زي اي يوم او اي شهر عادي. تاني حاجه او رابع حاجه بقى ممكن نقول الصراع الديني او الهويه. قبل ما هاجر كان حد من زمايلي كده في فودافون لما عرف ان انا مهاجر عرفني على حد كان لسه راجع، واول سؤال سالته له انت ايه اللي جابك، اذا كان انا اصلا عايز اروح وهموت واطلع. فقال لي ان هو عنده اولاد، غالبا كان عنده بنتين كل واحده 12 سنه و14 سنه، ولما حس ان هو ممكن ما يعرفش يسيطر عليهم في بلد زي استراليا عشان الغرب والمجتمع الغربي وكده، فكر ان هو يرجع مصر فتره بحيث يتاسسوا كويس 5 6 سنين لحد ما يوصلوا مثلا 18 19 سنه، وبعد كده يرجع تاني مثلا على استراليا. فدي نقطة أغلب المهاجرين هنا بتفكر فيها. يعني أنا نفسي فكرت فيها، هل أنا هعرف أسيطر على أولادي هنا أو بناتي هنا في وقت من الأوقات؟ ولقيتها ان هي ممكن لو انا حسيت ان انا لا قدر الله هفقد السيطره باي سبب كان، يعني لا انا ممكن فعلا ارجع مصر او بلد عربي فتره معينه وبعد كده ارجع تاني.
انا اخدت فتره طويله جدا عشان موضوع الهويه ده، ويمكن حتى لغايه دلوقتي، بس بتبقى فترات على فترات بعيده لما بلاقي حاجه كانت بتعمل لي كالتشر شوك، ان انا مثلا الاقي ولدين ماشيين مع بعض مثلا ماسكين ايد بعض، او مثلا حاجه انا شايفها اللي هو ايه، بتخضني كده، اللي هو في ايه، بالذات في البدايه. انت اول ما هتوصل هتلاقي حاجات ممكن تلاقي نفسك مش مصدقها او مش مستوعبها، خصوصا لو انت ما سافرتش البلاد بتاعت اوروبا او البلاد دي، لو انت مثلا كل سفرياتك في مصر او في البلاد العربيه وما طلعتش بره قبل كده. بس موضوع الثقافه او الهويه ده هيأثر عليك جامد، هتقعد فتره، ودي حصلت لي. موضوع الهويه ده اللي هو انا عربي مسلم بس في نفس الوقت عايش في وسطهم، فبحاول اعمل حاجات عشان ابقى زيهم، بس في نفس الوقت دي ضد مبادئي وديني وتعليمي. فتره اللي هو ايه اللي بيسموها الباونسنج، اللي هو انت عمال تروح من هويه لشخصيه لشخصيه لشخصيه، انت مش عارف تلفت في اني قالب. انت عايزهم يتقبلوك وتبقى زيهم وتخرج معاهم يبقى ليك صحاب والكلام ده، وفي نفس الوقت انت عندك حاجات مثلا زي الشرب زي الحاجات دي انت ما بتعملهاش. فالموضوع ده هيأثر عليك في الاول لو جيت صغير بالذات، ولو جيت سنجل الموضوع ده هيأثر عليك في البداية جامد. لو جيت معاك عيلة هتبقى رزين وكل حاجة، بس ممكن تعاني في الموضوع ده مع أولادك في المستقبل. موضوع إن أنت تربي أطفالك أو بناتك أو أولادك يعني في بيئة زي هنا مثلا مختلفة تماما، الموضوع فعلا يعتبر تحدي تشالنجينج. سواء مثلا حتى لو أنت متجوز مثلا مراتك أو زوجتك مسلمة، الموضوع برضه هيبقى فيه تحدي، لأن هم بيقضوا معاك وقت صغير في اليوم، وباقي اليوم أو باقي الوقت هم بيقضوه بره سواء في المدرسة أو كده، فبرضه أنت مالكش سيطرة على الانفايرمنت او المحيط اللي موجود حواليهم. انت بس حيز في البيت، لكن بره انت ما تعرفش هما ممكن يشوفوا ايه او بيعملوا ايه. العلاقات العاطفيه، موضوع الارتباط وكده، بصوا يعني انا ممكن اطلع اتكلم في الموضوع ده في سلسله، وانا عارف ان الناس هتعجب جدا بهذه السلسله، ولكن سواء من يعني انا نفسي او حتى زمايلي يعني. بس فعلا انا مش عايز اتكلم في المواضيع الشخصيه دي قوي يعني، لان آه مش عارف حاسس ان المواضيع دي، بس انتوا اكيد انتوا اكيد بتسمعوا او بتبقوا عارفين يعني ان الارتباط في الغربه صعب. انا بشوف ناس في امريكا وناس في كل حته بيتكلموا في الموضوع ده، قد ايه الموضوع ان انت تلاقي شريك حياه صعب، خصوصا في الكالتشر اللي احنا فيها دي. حتى الناس اللي في مصر بتعاني اصلا كمان في الموضوع ده. بس اعتقد يعني انا زمان كنت بقول الهجره صعبه، ان انت تلاقي شغل ده صعب برضو، ان انت بقى تلاقي بارتنر او تلاقي زوج او زوجة في الغربة، والله العظيم في رأيي انا اصعب من الهجرة. يعني انت ممكن تهاجر اسهل من ان انت تلاقي بارتنر. انت في مصر عندك عيلتك، هي عندها عيلتها، عندك صحابك، عندك في اماكن كتيره ممكن ان انت تخرج منها بره. يعني لو انت مثلا زعلتوا مع بعض في ناس ممكن تقعد معاهم وتتكلم. لو انتوا متضايقين مع بعض ليك صحابك ممكن تقعد معاهم وتفصل مثلا، وبعد كده ترجع تاني تتكلموا مع بعض. هنا انتوا الاتنين زي ما نقول كده ايه ضد العالم، انتوا الاتنين مع بعض. لو انتوا الاتنين بنفس القيم والتفكير وكل حاجه والدين كمان، بره البيت الدنيا مختلفه. فانتوا الاتنين على نفس يعني انتوا الاتنين مع بعض بتربوا الاولاد مع بعض في وش بعض طول الوقت. حتى لو ليكوا صحاب برضه هيبقى زي ما انا قلت في الاول، الصحاب مش بنفس الترابط بتاع مصر او نفس القروبيه بتاعت مصر، ان انتوا قريبين قوي من بعض. موضوع اختلاف الثقافات ده كبير او مهم جدا، ان انت مثلا عربي مسلم، ان انت مثلا ينفع ترتبط بمثلا بنت او زوجه من ديانات معينه. برضه لو انت بنت مسلمه مالكيش اصلا ان انت ترتبطي غير بحد مسلم بس. انا شفت هنا كوارث، شفت بنات او بنت كانت زميلتي انا اتعرفت عليها وهي مسلمه واتجوزت واحد مسيحي، واتضح بعد كده ان هو اصلا مش بيمارس التعليم، هو بس على الورق، لكن هو اصلا اسيست او مش مؤمن بربنا اصلا. وخلفت منه اولاد، والاولاد دلوقتي هي بتعاني ان هي تطلعهم على ايه. يعني هي بتحاول توريهم رمضان وان هي بتصوم وان هي بتصلي، بس طبعا موضوع العيال متفككه، اللي هو مش عارفين يعملوا ايه. ماما بتعمل حاجه وبتسوي حاجه وبابا في حته تانية اصلا وبيشرب وبتاع. فالموضوع فعلا صعب، ممكن تخسر، ممكن تختار شخص مش كويس تخسر عشانه، يا اما تخسر دنيتك يا اما تخسر اخرتك يا اما تخسر الاتنين. لو حد مش كويس ممكن ان هو يبقى عايز حاجة معينة، او مش عايزك عشانك انت، عايز عشان حاجات تانية. او ولو حد حتى كويس كدنيويا، انت ممكن برضو يبقى هو ما ينفعكش مثلا كقيم او كدين. ان انت مثلا تخلف اولاد وتحاول تربيهم على تعليمك انت، بس الشخص ده مثلا يكتشف ان هو لا انا عايز اربيهم على تعليمي انا. والناس بتتغير، ممكن حد يبقى قايل لك حاجه وبعد كده الكلام يتغير، فاللي هو طب العيال اللي في النص دي ايه اللي هيحصل لها؟ فموضوع ان انت تختار شريك حياتك ده مش تحدي، انا زي ما انا قلت انا شايفه والله فعلا اصعب من الهجره، خصوصا في بلد زي هنا.
احنا برضو هنا ملناش كونكشنز كتير، ملناش ناس كتير. الجالية العربية بتتجوز من بعض وكل حاجة، بس برضو الموضوع هنا صعب. انا اعتقد، ويمكن حتى كنت بتكلم مع باسم اعز صاحب ليا في مصر، او واحد من اعز صحابي في مصر يعني، كان لسه بيقول لي الموضوع عندي صعب، لان هو برضه بيحاول يدور ولسه مش عارف يلاقي بنت الحلال، بس هو في نفس الوقت بيقول لي الموضوع عندك انت اصعب بكتير. فدي حاجه برضه، لو عرفت تيجي هنا متجوز وعندك اسره يا ريت توكل على الله يعني. لو لقيت لوحدك هنا، وطبعا تكون حد انت مختاره واخد قرارك وكده، مش حد انت من الاخر كده لو انا عايز اسافر فعايز حد بس اتجوزه كده عشان يوصلني بره، لا بلاش، اختار حد كويس عشان لما تيجوا هنا زي ما انا قلت، انت وهي او انت وهو هتبقوا انتوا الاثنين ضد الدنيا اللي بره دي. هنا الحياه مش سهله زي ما انت فاكر. رتم الحياه هنا، انا مش انا سافرت بره قبل كده، بس عمري ما عشت بره قبل كده. انا سافرت سياحه، لكن عمري ما عشت بره واشتغلت بره. فممكن اللي انا هقوله ده يبقى موجود مثلا في دبي، موجود في الخليج، بس انا بتكلم عن برضه عن تجربتي انا. رتم الحياه هنا سريع جدا. انا ممكن اقعد فتره زي الاسبوعين اللي فاتوا دول، انا كل يوم بصحى 7 الصبح لحد الساعه مثلا 9 بالليل، بخلص شغل، اروح الجيم، ارجع انام. ما عنديش وقت ان انا اكلم اي حد ولا ابعت لاي حد ولا اخرج. الويك اند ممكن ابقى قاعد مثلا بذاكر، ممكن اخرج مع زمايلي يوم كل فين. مش ده الطبيعي، هو اوقات بس برضو. الريتم الحياه هنا سريع، انت ما عندكش وقت تعمل حاجه. كل حاجه هنا انت بتعملها بنفسك، هتشتغل وهتنظف وهتطبخ وهتعمل كل حاجه، ما فيش حد يساعدك. بالنسبه لموضوع الفلوس، المرتبات هنا كويسه، باقل مرتب اللي هو الدخل اللي هو بيسموه المينيمم ويج، اقل اجر غالبا مثلا كان $25 تقريبا يعني قبل الضرايب، ممكن مثلا يبقى $22 بعد الضرايب اللي انت بتاخدهم في الساعه مثلا. ده اقل اجر مثلا، انا بدي مثال يعني تقريبا متوسط اللي الحكومه عاملاه اعلان يعني. باقل اجر هتشتغله او هتاخده يعني، هتعرف ان شاء الله تفتح بيت وتصرف على عيالك وتأجر وتاكل وتشرب وكل حاجه. فما تقلقش، اقل اجر هنا هيعيشك كويس. ولكن حتى المرتبات اللي هي الكويسه والعاليه برضو، انت كل ما مرتبك بيزيد بتدفع ضرائب اكتر، عندك فواتير بتدفع. موضوع ان انت تحوش ده انساه تماما. انت طول الوقت هتبقى بتدفع فواتير وايجار، ولو ربنا كرمك واشتغلت شغل زياده هتلاقي الحكومه بتخبط على بابك كده وبتقول لك انت عملت فلوس كتير السنه دي، انت شريحتك الضريبيه عليت، ادفع لنا. ممكن توصل ل 40% من دخلك ضرايب لو انت دخلك عدى رقم معين. فهنا فواتير هتبقى هتنحل وبرك. انت عندك تلت مثلا مرتبك على الاقل هيروح في المورجج، اللي انت لو جايب بيت يعني او جايب شقه او ايجار لو انت بتأجر. التلت التاني مثلا هيروح بقى في التأمين الصحي، واللي هو نعم هنا ببلاش، بس برضو في برايفت بتدفعه عشان السنان والعيون هنا للاسف حاليا مش ببلاش، فده برضو بيدفع. الاكل والشرب والميه والكهرباء والحاجات دي كلها برضو بتدفع. والتلت التاني ده ممكن مثلا يبقى لو مثلا هتحوش منه جزء هتدفع منه حاجه يعني. برضو ان انت تحوش مبالغ طائله زي الخليج دي انساه هنا تمام. المرتبات كويسه وعاليه، ولكن برضو تكلفه المعيشه نفسها عاليه. الحياه نفسها بصفه عامه هنا مكلفه، فانت ممكن تكون بتكسب اكتر، ولكن برضو هتلاقي نفسك بتصرف اكتر. انا ما حسيتش بالموضوع ده خالص وانا في مصر، موضوع الضغط النفسي خصوصا في البدايه. روح اتفرج على السلسلة بتاعت أصعب فترة في حياتي، هتكتشف إن ده الجانب المظلم للهجرة. والله العظيم ثلاثة، أنا كل ما بفتكر السلسلة دي أنا مش عايز أشوفها تاني. أنا يمكن في أوقات كده ممكن أقعد أتفرج على فيديو أو اتنين من الفيديوهات القديمة، بس دي السلسلة اللي أنا عمري ما عايز أتفرج عليها تاني. بالموسيقى اللي أنا حاططها، بالأحداث، أنا مش عايز أفتكرها. الفترة دي فعلا كانت أصعب فترة في حياتي. الضغط النفسي اللي انت بتعاني فيه بالذات لما بتيجي، خصوصا لو انت كنت في الكومفورت زون بتاعتك في مصر وسبت كل حاجه وجيت هنا تبدا من جديد، ما اتمنوش لألد اعدائي زي ما بيقولوا. لان انت تيجي تبدا من الصفر، مفيش شغل، مفيش سكن كويس، لسه بتعرف البلد، مالكش حد هنا تعرفه، الاكل، الشرب، الشغل. الموضوع فعلا متعب. القلق خصوصا لما يبقى انت سايب كل حاجه في مصر، يعني انت اوريدي انت عملت كل حاجه في مصر وسايبها وجاي. انت مش مثلا مقطع بطاقتك زي ما بيقولوا، لا انت اوريدي كان عندك حياه في مصر وسبتها وجيت. واغلب الناس كده يعني، اغلب الناس اللي بتهاجر غير الناس اللي بتخلص دراسه او بتيجي هنا دراسه او بتخلص جامعه في مصر وبتيجي. اغلب المهاجرين بيبقوا اشتغلوا وبنوا حياه وبعد كده بيجوا هنا، فكله سايب حياته اللي هو مسستمها وجاي هنا بيبدا في مغامره من اول وجديد ومش عارف ايه اللي هيحصل. انا كنت جاي اعمل حساب ان انا هشتغل في شركه فودافون هنا، لان انا كنت شغال في فودافون في مصر، وخدت على وشي اول قلم لما جيت، لان اكتشفت ان الموضوع مش بالسهوله دي. وقعدت 6 أو 7 شهور قبل ما لقيت اول شغل، وحتى بعد ما لقيته مشيت منه، وبعد كده قعدت 3 شهور شغال كول سنتر كاجوال، وبعد كده جالي شغل تاني في ملبورن، وده اللي خلاني اسيب سيدني واجي ملبورن.
دنيا تانية خالص. ما بالك بقى كل ده قلق نفسي موجود عليك، لان انت بالذات لو انت جاي معاك عيلة، انت في ناس ملزومة او ملزمة منك، مضطر ان انت تفكر وتفكر لهم. ولو انت لا قدر الله خدت قرار غلط ممكن يعني بناء على القرار ده تهد اسره بالكامل. احساس انك لازم تنجح عشان مفيش رجوع، ده احساس صعب جدا. الوقت بيجري يا جماعه. دي حاجه من الحاجات اللي انت مش هتحسها في الاول، بس هتحسها بعد وقت. انا دلوقتي لو جيت فكرت ان انا بقالي هنا 9 سنين، الحمد لله الواحد عمل حاجات خلال 9 سنين، بس 9 سنين كتير. يعني انا جيت هنا 2018، جيت هنا 27 سنه، دلوقتي انا عندي 35 سنه. آه بحس ان في وقت طويل عدى، حققنا حاجات وكل حاجه، بس فوتت حاجات كتير. انا ممكن انزل مثلا مصر دلوقتي الاقي فلان اتجوز، فلان خلف، زمايلي بقالي سنين ما شفتهمش. فعلا العمر بيعدي فجأة كده، ممكن تلاقي 5 أو 10 سنين عدى. أهلك لو أنت سايبهم في مصر هتلاقيهم كبروا، صحابك هتلاقي حياتهم كلها اتغيرت. آخر مرة نزلت فيها مصر لما كنت بكلم صحابي، أخبارك إيه؟ ده فلان ده مش عارف اتجوز، ده فلان ده خلف. أنا أصلا ما كنتش أعرف يعني. أنا ما بسألش برضو عشان فرق التوقيت والدنيا والغربة وكده، فأنا ما أعرفش حاجة. بعرف بعد ما الحاجة تحصل، ممكن بسنة أو بسنتين، وببقى اللي هو يا نهار ابيض، انا ازاي ما خدتش بالي، او ازاي اصلا ما عرفتش الموضوع ده. انت خلاص مش موجود في تفاصيل حياة الناس التانية اللي انت كنت سايبهم في مصر او في اي بلد تاني. الاحساس بتاع ان انت لا انت هنا ولا انت هناك. يعني انت في مصر لما تنزل اجازة مثلا بعد فترة مثلا، بتحس ان في حاجة غلط، اللي هو انا مش مرتاح، او انا حاسس ان انا لا انتمي هنا anymore. يعني I don't belong here، اللي هو دي مش، انا مش عجباني العيشه هنا. ممكن الناس تفتكر ان انت بتتنك وان انت شايف نفسك عليهم، لا هو مش كده والله خالص. هو انت عشت في ليفل تاني. مش معنى كان الليفل احسن كماديات قد ما هو حاجات سلسه كده وبسيطه، اللي هو في ايه، وفي حاجه غلط. فانت وانت في مصر حاسس ان انت انا مش قادر اعيش هنا، وانت في استراليا انت مش حاسس ان انت استرالي، لان انت مهما تعمل هنا برضه هتحس ان انت غريب. انا مش واحد منهم. انا حاولت كتير جدا وعملت غلطات، يمكن اتكلمت عنها قبل كده حتى في الفيديوهات، ان انا احاول ان انا اخش ابقى منهم، ابقى واحد منهم، يتقبلوني لحد ليميت معين. وبعد كده اكتشفت ان انا لا، انا لازم اخد ستيب باك كده، ارجع خطوه لورا. انا في حاجات مش هينفع اعملها عشان قيمي والدين والحاجات دي، يا اما يتقبلوني كده يا اما خلاص مش هقدر. بس انا وقعت في الغلطه دي، وغالبا عشان برضو كنت صغير ساعتها، وغالبا اغلب الناس بالذات الصغيره اللي جايه لوحدها بتقع في الغلطه دي. في مصر لما هتنزل هتحس ان انت الدنيا متغيره وانت مش عارف تتعامل، وانت هنا هتحس ان انت برضو مش استرالي. فدي نقطة ممكن نرجعها للهوية، ممكن نرجعها مش عارف لإيه، بس دي حاجة برضو خلي بالك منها. إحساس إن أنت في النص، في استراليا مش قادر تتأقلم وتبقى واحد منهم، وفي مصر مش عارف خلاص تتأقلم هناك وتعرف تعيش. الفترة الأولانية دي برضو خلي بالك منها، إن أنت هتاخد وقت عشان تتعود على البلد. ما تخليش القلق ده يسيطر عليك، الموضوع فعلا بياخد وقت إن أنت تقف على رجلك. كل دي حاجات اعتقد الكلام ده كليشيه. انا عارف ان انت هتلاقي اي حد هاجر بيقول لك كلنا عانينا من الموضوع ده وكلنا خدنا وقت عشان نشتغل، بس دي حاجه خلي بالك منها، هتعاني منها في البدايه. فاعرف ان انت الفتره الاولانيه دي فعلا ثقافه مختلفه، لغه مختلفه، موضوع ان انت تلاقي شغل ممكن ياخد وقت اطول مما انت متوقع، حتى الكاجوال ممكن يبقى صعب شويه. اللوكال اكسبيرينس اللي انا كنت اتكلمت عنها في فيديوهات ازاي تدور على شغل، هتاخد وقت عشان تعرف ايه اللوكال اكسبيرينس واللغه والدنيا وتعمل كونكشنز هنا. فبرضه رتب ان انت في 3-6 شهور ممكن اكتر، بس خلينا نقول ان ده المتوسط ان انت هتقعد هنا تلاقي على شغل فيهم. فحضر مبلغ كويس عشان ما تبقاش قلقان، لان حتى موضوع الكاجوال ممكن فعلا ياخد وقت. مش اللي هو انت جيت بكره تاني يوم ممكن حد يجيب لك كاجوال، لا مش بالسهوله دي. اخيرا بقى، هل بعد اللي انا قلته ده كله، هل الهجره بصفه عامه، يعني سواء بقى بلاد الهجره اللي هي امريكا ونيوزيلندا وكندا واستراليا، وبالذات بالتحديد خلينا نتكلم على استراليا بما اننا فيها، يعني هل الهجره تستاهل 100 ايه 1000%؟ لو الغربه واللي انا قلته ده كله هو اكبر عيب للهجره، واعتقد ان هو فعلا اكبر عيب، يعني الموضوع ان انت هجره وتسيب اهلك وتيجي هنا، فقصاد ده انت بتاخد مميزات كتير جدا. على سبيل المثال، راحة بال بعد ان شاء الله ما تقف على رجلك طبعا وتظبط امورك. شغل الحمد لله هيبقى شغلك هيبقى ثابت، هتبقى مطمن مش حامل هم بكره. الحكومه هنا بتعمل مساعدات للناس اللي لسه جايه جديد. موضوع طبعا الباسبور، ولو ان في ناس ما بتفرقش معاها، انا نفسي مش عارف ازاي، بس لو انت ما بتسافرش كتير الموضوع مش هيبقى فارق معاك. ولكن لو انت عايز تسافر، تخيل كان انت في اي وقت لو ان شاء الله يعني وقفت على رجلك وربنا كرمك بشغل وماديا بقيت قادر، في اي وقت انت عايز تحجز رحله لاي مكان في العالم، انت وعيلتك او انت واهلك، تحجز مكان وتطلع. الموضوع ده يا جماعه مش سهل والله. ان انت مثلا في مصر او في اي بلد تانية باسبور ضعيف،
بتحجز قبلها ب3 6 شهور وتقدم ورق وحجز طيران فيك وحجز اوتيل وبنك ستيتمنت واتش ار ليتر، ويا عالم هتتقبل اصلا ولا لا. الموضوع ده فعلا كبير مش صغير يعني. رتم حياه ليك ولاهلك كويس او لعيلتك كويس، حاجات هنا ببلاش متوفره لك، تعليم ليك ولاولادك ببلاش، رعايه صحيه اغلبها ببلاش، يمكن هو موضوع السنان والعيون، وفي حتى دلوقتي بيحاولوا ان هم يدخلوا الموضوع ده في الميديكير اللي هو التامين الطبي المجاني، فدي برضو حاجه ممكن تحصل قدام. رعايه صحيه، تعليم، رتم حياه تاني، دي حاجات اللي في بالي دلوقتي، بس في حاجات تانية هنتكلم عنها بالتفصيل في فيديو المميزات يعني. فلو انت هتضحي بموضوع الغربه ده قصاد كل المميزات دي، فزي ما انا بقول الهجره او ان انت تسيب بلدك وتيجي بلد زي استراليا تستاهل فعلا 1000%. فكره الفيديو ده مش انها تكرهك او تقلقك من الهجره وتخليك تصرف نظر عنها خالص، ولكن فكره الفيديو ده انك بس تكون عارف انت هتخسر ايه او هتضحي بايه لما تسافر وتهاجر من دلوقتي، سواء بتفكر في الهجره او ماشي في الاجراءات او حتى جات لك الفيزا وناوي ان انت ان شاء الله تيجي وتعمل لاندنج هنا قريب، وتشوف هل بعد اللي انا قلته ده كله هل الهجره لسه خيار مناسب ليك ولعيلتك ولا لا. هي دي الغربه. اعتقد ان انا اتكلمت في اغلب النقط اللي اغلب الناس اللي بتسافر ممكن تبقى عانت منها او شافتها او حست بيها يعني. تاني بقول هي حاجه من عيوب واكبر عيب لبلد او للهجره بصفه عامه، بالذات لبلد بعيده زي استراليا، ولكن زي ما انا قلت الموضوع يستاهل 100%. بس لو عندك اي سؤال، لو بعد اللي انا قلته انت لسه عايز تيجي فلو عندك اي سؤال هتلاقي لينكات التواصل معايا تحت الفيديو في الديسكربشن. ولو عندك بقى سؤال تقني، حاجه فيزا معينه او كده، برضو هتلاقي لينكات التواصل مع احسن محامي ووكيل للهجره لاستراليا برضو تحت الفيديو. ولو انت بتفكر خلاص ان شاء الله يعني وبدات تسعى في الموضوع بتاع الهجره ومحتار ان انت في موضوع النقط، واكتر زي ما انا قلت قبل كده اكتر حاجه ممكن تجيب من النقط هي الانجليزي، تتفرج على الفيديوهات القديمه. ولو عندك او عايز اي مساعده في موضوع الانجليزي روح لامتحان البي تي اي وروح لبي تي اي بيك، احسن سنتر اونلاين ممكن يساعدك انت تجيب السكور اللي انت محتاجه وتزود النقط بتاعه الهجره لاستراليا عشان ان شاء الله تعرف تقدم على الهجره وتيجي في اسرع وقت. وبس كل حاجه هتلاقوها تحت الفيديو في الديسكربشن، لينكات التواصل معايا، لينكات التواصل مع وكيل الهجره او محامي الهجره عشان يساعدك ان شاء الله، ولينكات التواصل مع بي تي اي بيك لموضوع الانجليزي تحت الفيديو. ده كان موضوع الغربه بصفه عامه، يا رب ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، وسلام.